الناس كانت رايحة تتسحر في مطعم وحيد المشهور بتاع الفول في ميدان رمسيس، والجو كان حلو ولذيذ وكل شيء متظبط. الترابيزات والمخللات وسلطة الطحينة، والمكان مسحوم على آخره، وما كانش فيه غير ترابيزة واحدة بس هي اللي مش قاعد عليها حد. لما جه مجموعة من الشباب رايحين يتسحروا مع بعض وحاولوا يقعدوا على الترابيزة الفاضية، لكن حصل بينهم وما بين مجموعة تانية من الشباب مشكلة على مين يقعد الأول. ولأن الفجر كان قرب يأذن حصلت بينهم عركة كبيرة. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل الخناقة الكبيرة بسبب طبقين فول وترابيزة في مطعم وحيد، وإزاي المسألة اتطورت لخناقة كبيرة قوي. الناس كانت بتستعد عشان تتسحر وتصوم يوم جديد من أيام شهر رمضان الفضيل. وزي ما انتوا عارفين الشباب عادة بيبقوا قاعدين على القهاوي بعد الفطار يتسلوا ويلعبوا كمان شطرنج ويسمعوا ماتشات الدوري العام. ولما بيجي وقت السحور بياخدوا بعضهم برابطة المعلم ويروحوا يتسحروا عند أشهر مطاعم فول في وسط البلد في القاهرة. وده فعلا اللي حصل لما راح مجموعة من الشباب عشان يتسحروا في مطعم وحيد المشهور بتاع الفول في ميدان رمسيس. ولقوا هناك الدنيا زحمة قوي والترابيزات مليانة ناس، والفجر كان قرب يأذن. حاول الشباب إنهم يقعدوا على أقرب ترابيزة. الناس قاموا منها، لكنهم اتفاجئوا بشلة شباب تانيين جايين برضو يتسحروا وعايزين هم كمان يقعدوا على نفس الترابيزة. وكلمة من هنا على كلمة من هنا قاموا دول مسكوا في دول، والسحور قلب عركة كبيرة، وبقى كل طرف ياخد الكراسي والترابيزات والصواني والأطباق عشان يتخانق بيها. وطبعا الشكل كان صعب قوي، وانتوا عارفين بقى تهور الشباب لما بيمسكوا في بعض. وعشان الدور يتلم بسرعة قبل ما المحل يتكسر كله ويتدشدش، راح أصحاب مطعم وحيد اتصلوا على الشرطة عشان تلحق الأمور بعد ما حاولوا يحلوا المشكلة بين الشباب. لكن المسألة خرجت عن السيطرة خالص. بعد كده جت الشرطة بسرعة وخدت الشباب اللي عملوا المشكلة في مطعم الفول على اسم الشرطة، وهناك اتعمل لهم كلهم محضر، وكملوا السحور بتاعهم في التخشيبة عشان ما يفكروش بعد كده يعملوا مشاكل تاني مع بعض في شهر رمضان الكريم. والناس طبعا تفاعلوا مع الموضوع بطريقة كلها كوميديا وتريقة وقلش بعد ما تحولت مشكلة تافهة على السحور لخناقة كبيرة كانت هتتسبب بلوى في ميدان رمسيس في وسط البلد. وقالت بنت من المتفاعلين عن الموضوع: رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. شاب تاني قعد برضه يتريق على اللي حصل بين الشباب في مطعم وحيد وقال: أتاريهم دايما بيكتبوا على عربيات الفول إن خلص الفول أنا مش مسؤول. وختمت بنت التعليقات على المسألة وقالت: طب اتخانقوا في محل كباب وكفتة يا نحس. وفي النهاية إيه رأيكم في اللي حصل في مطعم وحيد المشهور بتاع الفول في ميدان رمسيس؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.